السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات ام ريتاج. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم غادي نحضروا بيتزا سهله وسريعه في نفس الوقت. غنحضروها بالصلصه البيضاء، فكملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. اول حاجه غادي نحتاجوا واحد الاناء اللي غادي يكونوا فيه 2 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض فورس اللي غربلته من قبل، نوعيه جيده، مع كاس ديال الفينو اي السميد الناعم جدا. كنخلطهم هكا مع بعضياتهم، وغادي نضيف لهم الزعتر، الملح، سكر حبيبات اولا سكر سنيده. غادي نخلط هكا النواشف مع بعضهم، وغادي نضيف لهم واحد الملعقه متوسطه ديال خميره الخبز، وغادي نجمعوا العجين ديالنا بالماء الدافئ طبعا. هاد البيتزا كتجي رائعه جدا، وكتعطيني جوج ديال البيتزات اللي هكا متوسطين. عجين ناجح. سبق لي حضرت معكم بيتزا بالصلصه البيضاء، عفوا بالصلصه ديال الطماطم، فغادي نحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، وغادي نحط لكم طبعا حتى المقادير مضبوطه. هنايا كنحاول انني نجمع العجينه ديالي كتكون كتلتصق كيف ما كتشوفوا معايا هكا في الفيديو. ضروري العجين ديالنا تكون تلتصق. من بعد غادي نضيف لها 2 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون. كنخليهم حتى الاخر باش كيعطيوني داك النسمه ديال زيت الزيتون كتبقى في العجين ديالي. وضروري اننا ندخلو داك زيت الزيتون في العجين، وفي نفس الوقت راه العجينه ديالنا كتبقى طبعا كتلتصق، ما تخافوش منها. يعني غير كندخل فيها داك زيت الزيتون، ومن بعد هكا غادي نغطي عليها ونخليها، بما انه الجو بارد غادي نغطي عليها ونخليها حتى تختمر. نخلي لها الوقت الكافي ديالها باش تختمر. هنايا جبت واحد الاناء دهنته هكا بزيت الزيتون، وغادي ندهن هكا من الفوق حتى العجين، ونغطي عليه بلاستيك غذائي ونخليه جانبا. هنايا غادي ندوزو بالنسبه للحشوه. انا درت صدر الدجاج، تقدروا ديروا اللحم المفروم، تقدروا ديروا الطون، اي حشوه كتفضلوا. بالنسبه للتوابل، الثوم المجفف، المعدنوس، الكركم، الفلفل الاسود، الملح، ولا الابزار او الفلفل الاسود. طبعا الزيت درتها في المقيله، وغنخلط. نخلي صدر الدجاج ديالي حتى يطيب مع التحريك، كنحركو بحال هكا باش ما يتحرقش. هنايا كتكون الحشوه ديالي واجده، نخليها جانبا حتى تبرد. هنايا العجين ديالي صافي اختمرات وضعف الحجم ديالها كيف ما موضح في الفيديو. غندوزها كنفرغها من الهواء، ومن بعد غنقسمها اولا غنشكلها لجوج ديال الكرات. فهنايا انا كنمررهم في السميد الناعم جدا اي الفينو. تقدروا تمرروهم حتى في الدقيق الابيض، لكم الاختيار. هنايا كنمررهم وغادي نحطهم جانبا يختمروا واحد مره اخرى، واحد 5 دقائق بحال هكاك، راه ما كياخذوش الوقت نهائيا. هنا غادي ندوز حتى الكره الثانيه، حتى هي غادي نشكلها بنفس الطريقه. صراحه كتجي بيتزا زوينه بزاف، ناجحه 100%. غير تبعوا وتقيدوا بالنصائح. هنايا نكمل الكره الثانيه وغادي نحطها حتى هي، وغادي ندوزو هنا نحضروا الصلصه البيضاء. بالنسبه للصلصه البيضاء فيها 2 ملاعق كبار ديال الزبده. غادي نحتاجو كذلك الدقيق، 2 ملاعق كبار حتى هما مملوئين بالدقيق الابيض. وهنايا غادي نخلط مزيان حتى تذوب ليا الزبده. عاد كنضيف الدقيق، ومن بعد كنخلط. وغنجيب هنايا واحد الكاس ديال الحليب، كاس واحد ديال الحليب. ومن بعد غادي نضيف واحد 2 ديال جبن مثلث، الا كان عندكم مربع حتى هو ديروه، غير باش كنسمو الصلصه ديالنا. من بعد غنضيف كذلك الملح، وغادي نضيف الفلفل الاسود. فهنايا ما كاينش فرق بزاف بين هاد الصلصه وبين الصلصه ديال البيشاميل. غير هو الصلصه ديال البيشاميل كنديروا فيها هكا الكوزه، هذه ما فيهاش الكوزه. وضفت كذلك الزعتر باش نسم الصلصه ديالي. هنا بعد ما كملت غنجيب هكا الاناء اللي غادي ندخلو الفران، ندهن يديا بالقليل من زيت الزيتون، وكنحاول نسطح اولا كنحاول نسرح العجينه ديالي، والجوانب كنخليهم هكا طالعين. غادي نكون شعل الفران ديالي يسخن مزيان. من بعد غادي ندخل العجين ديالي نطيبها غير نص طيبه،
ما غاديش نخليها حتى تحمر مزيان، غير تشد في راسها وغادي نخرجها كيف ما هنايا كتشوفوا معايا موضح في الفيديو. من بعد غادي نجيب الصلصه البيضاء ديالي وغادي نسرحها هكا مزيان فوق البيتزا ديالي. راه ما نقولش لكم على المذاق كيجي مختلف على اللي مولفين كنحضروا. ناجحه 100%، وخصوصا الوليدات. انا وليداتي من عشاق البيتزا فكيحماقوا عليها. انا متاكده الا جربتوها ان شاء الله غتولي معتمده عندكم. هنايا غادي نجيب عندي الجبن ديال الموتزاريلا وضعته فوق الصلصه، ومن بعد غنضيف هنايا صدر الدجاج. هكا كنقادو على البيتزا ديالي كامله. وعندي واحد البصله اللي شلتها هكا حتى هي غادي نسم بها. عندي الزيتون الاسود، وغادي نضيف كذلك من الفوق جبن. اما ديروا جبن الموتزاريلا مره اخرى او لا ديروا جبن الاحمر، فلكم الاختيار، كيبقى على حسب الرغبه ديالكم شنو كتفضلوا. وكنضيف كذلك القليل من الزعتر باش نسمها من الفوق، وفي نفس الوقت غنضيف واحد الملعقه تقريبا ما كاملاش ديال زيت الزيتون من الفوق. وفي هذا الاثناء طبعا الفران ديالي راه سخون، درجه الحراره 180، كنخليها تحمر من التحت عاد نكمل ليها تحمر من الفوق. بيتزا ناجحه 100%، وما نقولش لكم على المذاق، ضروري خصكم تجربوها. ولا كنتوا اول مره غتشوفوا القناه ديالي او لا غتشوفوا الفيديو ديالي فكنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. وكنقول للناس اللي دائما معايا شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى التفاعل ديالكم وتشجيعاتكم اللي كتخليني المزيد ان شاء الله من الوصفات السهله والمبسطه. هنا بعد ما خرجت البيتزا ديالي كيكون الشكل ديالها هو هذا، كتجي بنينه. المذاق ما نعاودش لكم. هنايا غادي نقطع معكم، شوفوا كيفاش كتجي معلكه وناجحه، والعجين ديالها كيجي خفيف وقطني. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وهنا غادي نوريكم كذلك كيفاش كتجي معلكه من الداخل. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. بالصحه والراحه، الى وصفات قادمه ان شاء الله.